كمان كنت بقعد افكر ان النجاح هو انه يبقى معايا عربيه شغاله في شغلانه جامده جدا، شغاله في مكان جامد جدا، بعمل حاجات جامده جدا، الحاجات الجامده اللي الناس كلها بتقول عليها انها جامده. ولكن الحقيقه ان مفهوم النجاح مش كده. ولما اكتشفت ايه هو مفهوم النجاح الحقيقي، مفهوم النجاح الحقيقي هو انك انت تبقى بتعمل الحاجات اللي انت بتحبها، انت الحاجات اللي انت عايزها واخترتها. هو ده بالنسبة لي انا مفهوم النجاح بتاعي. ممكن كل واحد فيكم يبقى شايف مفهوم النجاح من وجهة نظره هو بشكل تاني. والحمد لله على السلامة والف مبروك لو انت وصلت النقطة دي انك انت تشوف النجاح من وجهة نظرك، لان معظم الناس شايفة النجاح من وجهة نظر الناس مش من وجهة نظرهم هم. ازاي الناس هتشوفني انا لو خدت الحاجة الفلانية؟ انا هبقى ناجح في نظر الناس، انا كده هبقى ناجح في مقاييس الناس ومعاييرهم. او دخلت طب، دخلت هندسة، انا هبقى الباشمهندس فلاني الفلاني فهبقى ناجح. انا هبقى الدكتورة اللي دخلت كلية مش عارفة. النجاح ليس هو المقياس اللي الناس بتحدده لك، ولكنه هو المقياس اللي انت بتحدده لنفسك. طيب انا دلوقتي عرفت، الف مبروك، عرفت انا عايزه ايه في الحياه. عرفت انه انا عايزه مثلا افيد الناس بحاجه معينه. انا عملت اليوتيوب شانل بتاعتي دي علشان انا عايزه، والله لو هم 1000 اللي بيتفرجوا عليا، بس انا واثقه ان ال1000 دول مثلا بيستفيدوا من كل كلمه انا بقولها وبتاثر في حياتهم ولو بكلمه واحده. I'm truly happy, this is successful for me. انا مرتاحه. لان الناس، معظم الناس تقول لك هي تبقى ناجحه لما يتحط لها، لما تبقى بتوصل للملايين. انا مش هكذب عليكم، احب ان انا ابقى بوصل للملايين، ولكن it's not about الكميه، ولكن it's about الجوده. هل المليون دول بيستفادوا من كل كلمه انا بقولها؟ هيختلفوا، هيتفقوا عليا، ولكن انا بتكلم على انه انا ده بالنسبه لي منظور النجاح. طيب انا عرفت انه انا عايزه دلوقتي انجح، عايزه اعمل كونتنت. لازم ابقى عارفه ومتاكده، واي حد بيتفرج عليا لازم يبقى عارف ومتاكد ان ضروري ان النجاح يكون ليه ضريبه. والوصول للحاجه اللي احنا شايفين انها هتبقى بتنجحنا، لازم ما نضغطش على نفسنا بالادوات او بالحاجات اللي عايزين نعمل بيها الحاجه دي. ليتس سي انت عايزه تبداي مشروع مثلا، انت عايزه من اول من داي 1 يبقى عندك تيم وعندك شركه وعندك 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 وعندك، وعايزه تجيبي ادوات. وانا مش هبدا الا اما يبقى معايا كل الحاجات دي. لا 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 لا، ولا كده انا ما عنديش شركه وما عنديش مشروع. بيبي انا اول مره عملت فيها مشروع في حياتي انا ابتديت ب 200 جنيه، والله العظيم يا جماعه ابتديت ب 200 جنيه. كان عندي ستور بجيب فيه نظارات، واول ما بدات المشروع ده كان معايا 200 جنيه، الله يرحمها ماما هي اللي ادتهم لي، ونزلت معايا تشتري معايا النضارات دي. واشتريت نضارتين. النضارتين دول كانوا ب 100 وشويه كمان، مش ب 200 بالظبط. وبعتهم، ولما بعت النضارتين جابوا 4، والاربعه جابوا 6، والسته بقوا 20، وال20 كتروا. ما بقتش بجيب نضارات بس، بقيت بجيب نضارات وشنط، اكسسوارز، جولري، وبقى عندي ستور فيه كل انواع الاكسسوارز. فالحاجه ما بتبداش بانك انتي تبدايها كبيره. ليتس سي انت عايزه تبداي كونتنت، ما تستنيش من نفسك انك انت علشان عايزه تبداي كونتنت انا هجيب ستاند وهجيب مايك ولازم اجيب رينج لايت ولازم 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 ولازم. بليف مي يا قلبي، انا برضو لما بدات اصور كونتنت كنت بحط الموبايل بتاعي على اي مكان بيتسند عليه وبصور. طيب واحده واحده جبت رينج لايت، واحده واحده. انا لحد دلوقتي مش بصور بمايك، ساعات بصور بالايربودز وساعات اصور بمايك. انا مش بحط سبب لان انا اتكاسل علشان خاطر ما اخدش خطوات اتجاه الهدف بتاعي. تمام، انا بمشي اتجاه الهدف بتاعي علشان اوصل للهدف بتاعي في النهايه. ولكن وانا ماشيه ما بفضلش بضغط نفسي بفكره ان انا لازم يكون معايا الحاجات دي كلها علشان انجح. انا لما ربنا يكرمني وابقى معايا اني اطور، ابقى قادره اني اطور، هطور وانا ماشيه في السكه. ولكن هل ما اطورش واسيب نفسي لفكره انه هو انا كده انا باخد خطوات اتجاه الحاجه اللي انا بحبها ومش هطور؟ لا، التطوير جزء مهم جدا من انك انتي تكبري في الحاجه اللي انت بتعمليها. وانت ماشيه اتجاه الحاجه اللي انت بتحبيها don't stress yourself بالهدف اللي في النهايه. enjoy the journey. مش هبقى ناجحه، لا، انت already
بدات تنجحي. لما بتواجهي خوفك انت بدات تنجحي، انت كده ناجحه. انت واجهتي خوفك، انك بتحاولي، بتفشلي، ما بتقفيش قدام فشلك وبتكرري تاني. خطه لنفسي علشان ابقى ماشيه بخطوات ثابته اتجاه الهدف بتاعي ده. هل مثلا الفتره الحاليه دي، هل انا محتاجه انه اجيب ادوات جديده لانه انا مثلا المشروع بتاعي بدا يكبر، فانا محتاجه اجيب الاداه الفلانيه، محتاجه اجيب الحاجه المعينه. انا دلوقتي مثلا بدات مشروع، محتاجه استهدف ناس معينين في منطقه معينه، محتاجه الحته دي. ربنا سبحانه وتعالى لما انت تسعي ربنا سبحانه وتعالى هيسعى معاكي وهيوفقك باذن الله سبحانه وتعالى، لان ده وعد من ربنا سبحانه وتعالى انه انت وليس للانسان الا ما سعى. انت عليكي بس السعي، النتيجه دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى والتوفيق بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. مفكريش ان دي حاجه وحشه، بالعكس ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك اعملي، ذاكري، اتعبي في مذاكرتك، اتعبي جامد في مذاكرتك. تخيلي ربنا سبحانه وتعالى بعد ما بتتعبي جامد في مذاكرتك خلاص النتيجه بتاعتك مثلا تبقى احسن واجمل. هي مش مثلا، هو ده اللي هيحصل. يا اما هتبقى نتيجته اللي انت عايزاه، يا اما حاجه انت مش عايزاها ولكن احسن واجمل واحلى مليون مره من اللي انت عايزاه. ربنا هيوفقك مثلا انك انت تخشي جامعه احسن، تعرفي في الجامعه دي صحاب، تقابلي شريك حياتك، تتخرجي من الجامعه دي فتكون سبب ان انت تشتغلي في وظيفه كويسه جدا. لو انت كان هدفك انك انت تلفي العالم واهم من انك انت مثلا تخشي الجامعه الفلانيه، فتكون الجامعه دي سبب في انك انت تشتغلي في حاجه انت طول عمرك بتحلمي ان انت تشتغلي فيها، او تلفي العالم، او تسافري، او فانت اسعي وعلى ربنا سبحانه وتعالى النتيجه. مع نفسك وارتاحي مع فكره انه انت هتقابلي شعور الخوف ده كتير. خايفه تفشلي، خايفه ما تحققيش، خايفه. انا ممكن اطلب منك طلب قد يبدو صعبا ولكنه والله سهل. تدوسي بوز على الزرار بتاع سكوت للصوت ده. سكوت لصوت انا خايفه الناس تحكم عليا، انا خايفه الناس بصوا تشاور عليا وتقول دي عملت وسوت، ايه ده الحقي دي بتحاول تعمل كذا كذا، دي بتحاول تبدا مشروع مش عارفه ايه، ودي تتكلم وده يتكلم وده يحكم عليكي وده. سدي ودنك عن كل ده، لانه صدقيني اول طريق انك انتي تبطلي تسعي اتجاه الحاجه اللي انتي عايزاها هو انك انتي من ودنك للناس. هتبداي تخافي، هتبداي تتلجلجي. اسمعي بس رأي الناس اللي فعلا بتحبك وبتهتم لأمرك، فعلا بيخافوا عليكي، وممكن يكونوا فرد او فردين بالكتير قوي، اختك، مامتك، باباكي. حاولي انك انتي هم دول اللي انتي تسمعي رأيهم، ناس فعلا بتتمنى لك الخير من قلبهم. لان كتير جدا ممكن يكون يظهر لك الخير ولكن هو من داخله بيضمر لك غيرة، حقد، ما بيتمنلكيش النجاح، وممكن ينصحك نصيحة تضرك او يقول لك كلام من تحت لتحت بس السم في العسل وانتي مش واخده بالك، من باب انه انا بخاف عليكي، ده انا بحبك، ده انا مش عارفه ايه. فلا، ما تعمليش كده. ممكن يبقى في صاحبه كويسه جدا بتحبك في الله وتنصحك فعلا نصيحه في الله وتفيدك بنصيحه معينه، ف ممكن تتطوري تطلعي لقدام منها. من كل اللي انا اتكلمت فيه ده، الالتزام ثم الالتزام مع نفسنا والوعد الصادق بان احنا هنوصل لحاجه. ارجوكي من فضلك لو سمحتي ما تفرضيش على نفسك مهام صعبه قوي. هدف يعني انت دلوقتي مثلا ليتس ان انت عايزه، هديكم مثال بسيط، نفسك تجيبي عربيه، انت دلوقتي مرتبك في الحته الفلانيه، فلا احنا هنجيب عربيه، هنجيبها موديل السنه، وهنجيب كذا وكذا وكذا وكذا، حاجه بعيده قوي قوي قوي، وتقولي انا هجيبها بعد شهر. انت بتعملي ده يعني اكيد يعني انت ما بتعمليش كده، بس بتعملي ده بشكل غير مباشر في الحاجات بقى التانية. يعني مثلا انا هنزل 100 كيلو في اسبوع، انا هحرم نفسي من كل انا لازم انزل 100 كيلو في اسبوع. هدف صعب قوي، لكن حطي اهداف انت فعلا تقدري توصلي ليها. طيب انا دلوقتي حطيت هدف وحطيت خطه وعملت وحطيت حاجات اللي انا اقدر اعملها. بعد بقى ما بنعمل ده، ليتس سي مثلا انت عملت الخطه دي خلال الشهر وصلتي مثلا
ل 90% منها. هنشوف ال 10% دول انا ما حققتهمش ليه. انا مثلا عدد ساعات الشغل بتاعتي مش متناسبه مع الهدف اللي انا عملته، فخلاني مثلا ما وصلتش لل 100% اللي انا عايزاها، وابدا احصي المشاكل اللي انا حصلت ليا خلال الفتره دي، المده الزمنيه اللي انا حطيتها لنفسي، احط لها حلول اقدر اطور. اشوف ايه هي المشاكل اللي حصلت لي. دايما راجعي على، خلي المشاكل اللي حصلت لك دايما تبقى ريفرنس انك انت تتطوري، لانك انت المشاكل بتحصل مش معناه انك فشلتي، المشاكل بتحصل عشان تتعلمي، علشان خاطر تتطوري وتطلعي لقدام، والحاجه بتاعتك تفضل تتحسن وتكبر وتطلع لقدام. مهم جدا ان احنا برضو نقيس الحاجات اللي ما شاء الله ايه ده انا نجحت في الحاجه الفلانيه دي، واستمر عليها واطورها، واشوف ايه نقاط القوه بتاعتي واشوف ايه نقاط الضعف بتاعتي اللي ممكن احيانا تؤدي انه انا اتراجع لورا او ارجع لورا وما اطلعش لقدام. ونقاط القوه بتاعتي اركز عليها وابص لها واسترس عليها، علشان هي برضو اللي تزقني لقدام. اتمنى للجميع حياه مليانه حب، امل، نجاح، تفاؤل، وحياه مليانه ان احنا نكون فيها احنا على طبيعتنا. بحبكم كلكم، وانا بحاول بقدر الامكان انه انا التزم معاكم بالفيديوز بتاعتي على اليوتيوب ان شاء الله ان شاء الله. وبجد بيبقى مهم بالنسبه لي ان انا اسمع ارائكم في الكومنتس، ولو في حاجات عايزيني توبكس اتكلم عليها يا ريت تسيبوها لي في الكومنتس، و I would love really من قلبي انه انا هتكلم عنها ان شاء الله واشارككم فيها. بحبكم كلكم، باي باي.